موجود على ايامنا، لكن يمكن كان اعلاميا، يعني مثلا برابعه ثانوي كنت من الاوائل على الفيزياء على الكويت. الان قاموا يدزون عالميا، يعني تطورت الدوله من 89 88 الى الحين. فعلميا الحمد لله كانت الامور موجوده، لكن ما كانت هناك الطرق والسبل اللي يعني تحتضن المبدعين او يعني نفس الحين. لكن الحمد لله الحين يعني يمكن بينت اكثر، ترجمت هذه او البوادر والطموح الى جوائز يعني انجازات مميزه الحمد لله. نعم. دكتور، ودنا نعرف ماذا تعني لك كرة القدم؟ والله هذا يعني على عده لقاءاتي ما حد سالني سؤال، فاللي سائلني يعرفني عدل. نعم. كرة قدم خلينا نقول يمكن اخذت 27 سنه من عمري. لعبت في الانديه، وما ابي اقول عاد مهاراتي ومهاراتي، لكن اسال غيري. فكانت يعني يمكن في زمن يمكن صغير يعني منافسه للعلم او يعني الدراسه، او حتى طغت عليه. انا ما كان عندي دراسه وكره قدم، فكره القدم اخذت الكثير صراحه. ولعبنا في الانديه، ولعبنا حتى في يعني الدوري برا في امريكا. في اي نادي لعبت دكتور؟ بدايتي كنت منطقه العاشره صباحيه بنادي الساحل. وبعدين مشيت للشباب كانوا يبوني، بعدين رحت نادي الكويت اخذوا استغنائي وانتقلت صيفخات لعبت في نادي الكويت. ما شاء الله. عاد هني بدات النقطه اللي يسميها التحول ولا لا. لي خال الله يرحمه يعني مات بالغزو او يعني اسر، وهذا فكان يقول لي كمل، لان اذكر كلموني اكثر من نادي، ان منهم القادسيه اول ان هذا، فكنت في الكويت انا اشجع الكويت. فكنت يا اما اتجه للدراسه، انت انسان متفوق، يا اما الرياضه. ما قدرت تجمع بينهم البعض؟ لا لان ادرس برا. نعم. يعني ابتعد، فاخترت الدراسه، كملت لعبت برا بس مو يعني دوري داخل الجامعه او كذا. وبعدها رديت على فكره يعني عمري 24 25 واخذوني نادي العربي مع اني 24 25. نعم. بعدين طلعت ورحت للدراسه. فكره القدم يعني ذكريات كثيره. دكتور، كنت تلعب راس حربه ولا؟ كنت العب نص مهاجم، لاني علج واجد، انطق واجد، اطوف واجد، فالنص متقدم في نادي الكويت، يعني اوزع الباصات ويعني اطوف وشوت فاولات. نعم. هذا كان في سن اللي تحت 17 ولا؟ والله بديت كرة القدم سن صغير، والله كنت 7 سنين، بس دشيت النادي عمري 11 12. نعم. الى 18 طبعا تنقلت بين النادي يعني 16 17 طلعت. ما لعبت الفريق الاول المنتخب؟ لا لان رحت دراسه. نعم. رحت صغير، بس يعني ما شاء الله يعني انجزنا اشياء كثيره. ما شاء الله. ما شاء الله. دكتور، نريد نعرف الشخصيات الرياضيه اللي عاصرتها في ذاك الوقت. والله هو على وقتنا، يعني لما كنت انا اتكلم بنادي الكويت، لان قلت لك ساحل الشباب، بس نادي الكويت اذكر كان قدامنا وليد النصار اكبر مني، كان يلعب، انا كنت تحت 16 وكان تحت 18. لعبنا ضد فهد كميل، اخو فتحي كميل. ما شاء الله. لعبنا ضده، واكثر من عيال فرحان اللي كانوا يلعبون دفاع بالكويت كانوا يلعبون ويانا. وليد الفليح كان يلعب بالباك اليسار، واخوه عبد العزيز في النص كان يلعب ويانا. هذا في نادي الكويت. نعم. في مدرسه كنت ايضا العب في المدرسه، كان ويانا ايضا دفاع اسامه حسين. دفاع نادي العربي. يعني صغير دكتور، مو كبير عمرك. لا كبير. طيب. الله يسلمك. ايضا لما رحت نديت العربي كان مدربنا فوزي ابراهيم، اخذنا لعبت مع الحشاش والفليج وهذيلا، بس ما طولت فيهم. فهذا بعض لعبت بس بالدوره، يعني بالدوري اللي برا لعبت مع ضد عبيد الشمري، ويعني ايضا الشخصيات اللي لعبنا ضدهم اخوه احمد دفاع. فلعبنا يعني ضد الاخوه الافاضل، الحين كلهم اعتزلوا يمكن. ما كلهم اعتزلوا. دكتور، نريد نعرف ما سبب ترك الرياضه؟ الرياضه على ايامنا ما هي سمعه الرياضه الان. يعني ما كان مطبق الاحتراف، ما كان عندنا احتراف واحد يعطينا 4 مليون ولا غيره. وهذا الامر وهذا الثقافه اثرت حتى على يعني ابهاتنا وغيرهم، لانه يقول لك الرياضه تصاب ولا تكمل بعد ايش تبي تصير. فكانوا يعني كان العلم هو العلم باي زمان، هو اذا كنت انت مبدع او انسان يعني متفوق، العلم دائما ماشي باي زمان. ف
الرياضة حقيقة في أيامنا ما كان، حتى أيام يعني جاسم يعقوب والعنبري كان أخذوا ملايين الحين. صح. يختلف الوضع عن الآن ممكن أكون مكمل. أنا أعتقد يمكن أحد اللعيبة صلاح الحساوي يمكن ترك الدرجة الأولى راح برا. فأيام قبل ما كان في يعني دعم للرياضة كما هو الحال الآن. الآن تحط لك جولين تاخذ مجال احترافي. فيعني ممكن تفوقي جعلني اني يعني ابي اكثر، مع ان الرياضه كانت صراحه ماخذه مني كثير. بس جميل ان الواحد يحترف بالبحوث العلميه. والله الحمد لله يعني الان اشكر الله سبحانه وتعالى بعد الانجازات الكبيره يتميز بفضل الله واحد كويتي ان امريكا تطلبه وتعينه عالم وباحث واختراعات، يعني اختراعات انت بمصاف نيوتن. انا مثلا رقمي 8 مليون ما ادري كم، ورقمه يمكن 200,000 او يعني 300,000، وتحصل في اشياء في الهندسه والعلوم. اعتقد يعني هذه قمه الاختراع. خاصه هذه الاختراعات خرجت من رحم الكويت. نعم بلا شك، دوله الكويت تعتبر انا كويت ومثل الكويت ان شاء الله. دكتور حدثنا عن اكبر مشروع حيوي في جامعه الكويت بما انك رئيس هذا المشروع. هو مشروع حقيقه مهم جدا للكويت والمنطقه والعالم، بس الكويت لان موارد المياه في الكويت محدوده. الى يعني المورد الرئيسي للمياه في الكويت والمنطقه هو مياه البحر، ومياه البحر غير صالحه للشرب. فنستخدم احنا تحليه المياه هذه الاجهزه، فلذلك هذه تحليه المياه والمقطرات بدات تاثر على ملوحه الماء الموجود في البحر، فتزيد نسبه ملوحته، ما دام زيدت نسبه ملوحته تغيرت الظروف على الكائنات الحيه، فممكن الكائنات الحيه تهاجر او تموت. كان يعني مثل واحد ما اخذه من الكويت وقطه في القطب الشمالي برد، ما هو متعود على الجو. فهذه المقطرات تعطينا ماء مستمر لمده الان 1953 يمكن اول تقطير او مراحل تقطير في الكويت، صار لها الحين يمكن 60 سنه او اكثر. فالملوحه قاعد تزيد خصوصا بالكوستال لاين، يعني اللي هو القريب من الشاطئ. هذه استمرت الزياده. المقطرات الان اللي قاعد تشتغل ما تصير مجديه بكفاءه عاليه، وهذا اثر على كميه الماء وكفاءتها وتكلفتها، وبالتالي يصير يعني حقيقه غير مجدي. فهذا المشروع وفقنا الله سبحانه وتعالى. لما كنت معين عالم في MIT في الفتره هذه كتب لك مثل ما قلت لك اكثر من مشروع 13 مليون، وافقوا لي على هذا، وهو يحاول ان يجد علاج للملوحه الزايده والتاثير البيئي لها، وانتاج طاقه يسمونها الطاقه الخضراء او الطاقه الصديقه اللي ما تلوث من مياه الصرف الصحي والمياه شديده الملوحه. يعني عندنا مشكلتين، المياه الصرف الصحي بعد المعالجه اذا يسكب في البحر هم صحي، والمياه المالحه اذا سكبت البحر هم صحي. فاحنا ناخذ الاثنين هذول نحاول بطريقه ذكيه الاغشيه، فنقلل الملوحه وكذلك ننتج طاقه جرين يسمونها جرين انرجي من يعني الويست الاثنين هذول. فقيمه المشروع ب5.5 مليون. انا رئيس المشروع بسوي فريق الان مع جامعه الكويت. الشيء الزين ان اعضاء المشروع كانوا اساتذه لي، يعني اعضاء المشروع يعني انا رئيسهم. فسالوا احد الاساتذه قال انا اكثر حلم اشوف ان احد من طلبتي طبعا بالماجستير الباقي انا كله برا ان يكون هو يعني يتعدانا او يعني يتفوق علينا. وعندي طبعا حطيت فريق بامريكا 5 انجينيرنج ديبارتمنت، يعني 5 اقسام الانجينيرنج الهندسه الميكانيكيه. بروفيسور جون لينهارت طبعا هذا رئيس مراكز كثيره بالخليج وغيره. جاي هان استاذ في هندسه الكمبيوتر وهندسه الهندسه الحيويه. كارن نائبه يمكن رئيس جامعه MIT، هي في الهندسه استاذه في الهندسه الكيميائيه. جيكوب في الكمبيوتر استاذ. إيريك في الهندسه. هذا كلهم تخيل انهم يعني يعملون ويانا، نتبادل الخبرات و في قمه العلم والانتاج. وفي عندي منشورات يمكن اذا تبغى اجيب لك اياها جديده طرحتها مثل مؤلفات لي تطرح هذه النتائج عالميا، قبلت بمحكمين عالميا ومجلات قويه. نعم. فباختصار هذا المشروع مشروع مهم جدا، وكذلك اقول دائما لكل مسؤول في الكويت وغير الكويت او الخليج يجب ان يكون جل اهتمامهم في المياه و يعني بدائل موارد المياه، معالجه ما يؤثر على البيئه، وكذلك يعني استخدام طرق غير تقليديه نسميها انوفيتيف، يعني
مبتكرة في مثلا تحلية المياه، تقليل أو استهلاك الطاقة في مثلا الMSF المالتي ستيج فلاش اللي هو متعددة المراحل. فهذا مشروع صراحة كبير جدا. وإذا دشيت بالمواقع تقدر تكتب دكتور بدر شفاقة أو بدر عنزي الجيل القادم لتحلية المياه، أو بالإنجليزي نكست جنريشن، راح تجد فيه تصاريح حتى نزلت في الجرائد الأمريكية يعني هذه تصاريح المشروع. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني يوفقنا في هذا المشروع ويكون يعني يجد حلول للمنطقة ودولة الكويت. طبعا يعني البحوث العلمية عادة تبي تعرف هل هي مجدية، هل هي حقيقة أم لا، أو هي صحيحة، هي دقيقة. فهناك مؤلفات سواء كتب أو يسمونها جورنالز، مجلات علمية، إذا نشرت فيها هذه المجلات العلمية تحكم من أفضل أو تمر خلال أفضل العلماء والناس متخصصين فيها، فإذا حكمت قبلت تنشر عالميا. فبس يعني أعطيك مثال، هذا مؤخرا، هذه ترى خلال شهر شهرين، هذه قبل أسبوع نشرت، وهذه قبل تقريبا شهر شهرين. يعني مثلا جان لينهارد وياي هني، هذا بدر العنزي، جان لينهارد هذول الطلبة حق الدكتوراه، احنا نعتبر اساتذه. وهذه ايضا الاسم الاول بدر العنزي. هذه كلها عباره اي نعم يعني منشورات قريبه تبين ان النتائج اللي عندنا مجديه ومقبوله وحكمت عالميا، وايضا يذكر فيها environmental technology دوله الكويت وكذا. ف يعني الحمد لله الامور الى الان ماشيه بالنسبه للبحث العلمي بالاتجاه الصحيح. نعم. طيب دكتور، احنا تكلمنا عن الجانب العلمي وعن الجانب الشخصي، خلينا نتكلم عن الجانب السياسي. نعم. الجانب السياسي حقيقه لا اخفى، يعني ما اقدر اقول الا ان يمكن الجانب السياسي اتكلم عنه هو تمثيل يعني الشعب الكويتي يعني في كعضو مجلس امه. نعم. وبلا شك احنا نحتاج من يفيد هذه الدولة الأفضل، ما نقول بدر شفاقة، أي واحد يعني. لكن عضوية مجلس أمة في دولة الكويت تختلف في أمريكا، لأن هناك ثقافة وهنا ثقافة. فهل أنا أجد نفسي في عضوية مجلس أمة أفيد الكويت أكثر، ولا كعالم وباحث أستاذ أفيد الكويت أكثر؟ إذن كل واحد على ثغر. فأنا يعني قيمت المسألة، مع أن حقيقة يعني أخوة وأعضاء، ومنهم يعني أعضاء نقول ممكن في الأغلبية عضو أو غيره من الشباب، يعني قالوا يعني آن الأوان أنك تنزل، وصار لها فترة. لكن أقول البركة فيكم، وأنتم الحمد لله موجودين، ومثل ما ذكرت أنتم على ثغر، وأنا أظن بنفسي أني على ثغر. يعني إذا الله سبحانه وتعالى وفق الإنسان في مهارات وقدرات، كم مخترع راح تحصل، وكم عالم راح تحصل، وكم أستاذ. فأعتقد أني أفيد أنا الأجيال أو الطلبة أو غيره أو اسم الكويت أرفعها في مجال الآن. لكن هذا ما يمنع أن يكون إنسان يمثل الكويت سياسيا في منصب، يعني مش شرط أن يكون عضو مجلس أمة. فيبقى أيضا صناع القرار في هذه المسألة. فلذلك يعني ما أحس أن إلى الآن مقتنع، رغم جزاهم الله خير الأخوة اللي طلبوني وألحوا يعني من جميع الطوائف ومن جميع يعني different، خلينا نقول من مختلف. ندقق في الكلام، واحد يقول لك قال لك العالم كله، يعني الحمد لله مختلف الخلفيات تطلبون منا، وجزاهم الله خير، يبون يمكن الصلاح يعني كل انسان لوطنه والله يبارك فيه. لكن ارى انا الى الان اني الحمد لله عندي مشاريع وملتزم مع طلبه ماجستير وطلبه دكتوراه اشرف عليهم. فالخير ان شاء الله بالشباب، خصوصا الان اعلنوا يعني ما شاء الله مثل ثوابت الامه اعلنوا انهاء المقاطعه والمشاركه في الانتخابات الجايه، ونكون لهم سند، وغيرهم يعني من يستحق في خوض هذه الانتخابات ووصول امثالهم، ولا نزكي احد على الله. ارى ان يعني فيه ان شاء الله الخير لهذه الدوله، واذا سنحت الفرصه وشفنا آن الاوان عفوا نفكر فيه جديا باذن الله سبحانه وتعالى. نشكرك دكتور لمنحنا من وقتك الثمين، وانت تعتبر فخر للامه الاسلاميه والعرب
في هذه الابتكارات، ونشكرك جزيل الشكر. حياكم الله وبارك الله فيكم، والشكر لكم حقيقة. يعني دائما أقول أن الإعلام عزاءنا الوحيد، لأنه دائما يتهافت ويفرح يمكن أكثر منا بنجاح يعني أهل الكويت، وأنتم أخذتم من وقتكم ويمكن يعني تكلفتوا بصراحة على هذه الاستضافة، وجزاكم الله خير والله يبارك فيكم. دكتور نشكرك لمنحنا الوقت لاستضافتك. أنت تعتبر رمز لأبناء البلد وفخر للعرب والمسلمين في هذه الاختراعات والابتكارات. نشكرك دكتور لمنحنا الوقت لاستضافتك. أنت تعتبر فخر لأبناء البلد والعرب والمسلمين في هذه الابتكارات. أعزائنا المشاهدين، شكرا لكم لمتابعتكم، ونلقاكم الأسبوع القادم في حلقة جديدة من برنامج نقطة حوارية.